وحدة من البنات انجرحت هواي، وحدة من البنات انجرحت هواي، وقالت لي على قصة وهي قصتها يعني المختصر حبت ترى شاب، وقالت لي عليها وشنه سالفته. هنانا النذل لاعب عليها هواي، واعدها بزواج وهي صدقته، منطيته صورها وثاقه يا بيه، بس طلع النذل كل غيره ما عنده. منطيته حرية وطالعه يا وياه، غشيمة هي يا عم وما مجربته. طلع واحد قذر ما يعرف الله بهاي، طلع واحد قذر ما يعرف الله بهاي، قصد يضحك عليها ولا شرف عنده، يهددها بصورها يقلها نام وياك، يهددها بصورها يقلها نام وياك. ولك ابن النذل ما تخاف حوبتها، ما حس بخواته وهذا دين يصير، ما حس بخواته وهذا دين يصير، ولا حس بالأم وهاي جابته، ولا حس بالأم وهاي جابته. مرحبا شباب بنات حبايب قلبي، شلونكم شخباركم؟ واسعد الله ايامكم. انا وياكم الشاعر حساني مونتير، بريد احكي بموضوع هذول التعبانين لا اعتبرهم جريدية ولقطاء، واحكيها بلساني وفشك، واللي سوى هذا الشي لقيط. يعني شنو الاستفادة تلعب على بنية وتهددها تقولها انشر صورك غير افتهم؟ شنو الاستفادة منها؟ لك انت حمار ما تفكر بعرضك لو ما تخاف الله، فكر بخواتك، ولك هذا دين محسوب عليك. ولك والله عظيم من قبر لفكم بالعباس شكو واحد يسوى هذا الشي، قبر لفه ولقيط وسقط وبن سقط، وانا احكيها وهاي مو من اخلاقي خوش حكي، ولا لساني تعود على هذا الغلط، بس انا اريد احكيها خوش حكي. ودكم حرام ما تخافون الله الى متى؟ ماكو قناعة همشي تشبع رغباتك هي هاي؟ بس قل لي شنو هو الحب اللي تعرفونه انتم؟ انا ترى كلامي ما مقصود للكل، بس للبعض اللي يسوونها طيح الله حق كل واحد يسويها. وهذا موقف وانا كتبته، وهذا اليوم صار، وبنية نختني، تعرفون شنو لو لا؟ يلا تحياتي والله ما اقدر اكمل.